وصفة النهاردة بقى وصفة جميلة جدا 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 وسهلة جدا، وفي ربع ساعة هنخلصها. هنا معانا كبدة زي ما انتوا شايفين، لسه مطلعينها طبعا من الفريزر. معانا زيت سخن قوي عشان الكبدة ما ننزلش المية بتاعتها، وننزل بشرايح الكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين الشرايح كبيرة شوية. هننزل بيها، لازم الزيت يكون سخن، وهننزل بيها وهنقلبها كده على الوشين زي ما انتوا شايفين، تاخد بس لون. اول ما تاخد اللون كده معانا هقول لكم هنعمل بقى فيها ايه. وصفة جامدة جدا، سهلة جدا وسريعة للمستعجلين قوي ومنجزة. هنا ماشيين كده في الخطوات بالراحة جدا كده. خلاص بعد ما خدت اللون وقلبناها على الوشين، هنطلعها بقى من الزيت دون. لو عايزة تديها لون اكتر من كده يكون احسن برضو. هنطلعها بقى، وفي نفس الطاسة دي هنعمل الخلطة بتاعتنا. هنا معانا معلقة توم كبيرة، فلفل اخضر وممكن فلفل الوان وممكن فلفل حار. هنقلبهم طبعا مع بعض، الريحة فظيعة بصراحة. طماطمية كده نقطعها مكعبات وننزل برضو بيها، وهنقلبهم مع بعض. الريحة بتاعتها تحفة تحفة تحفة. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا، كزبرة، ملح، 7 بهارات، البهارات اللي تحبيها. هنسيبهم ياخدوا كده تشويحة في الزيت ده، وبعد كده هننزل بشرايح الكبدة بتاعتنا. طبعا الملح انا نسيته. هننزل بالكبدة، هنخليها مش تتسبك، يعني هتاخد كده ايه تسوية بسيطة مع بعض. كان نفسي تشموا الريحة دي بصراحة، كانت روعة. هننزل بقى بشرايح الكبدة كده على الخلطة دي، وهنسيبها كده 10 دقايق ونغطي عليها لحد ما تاخد بس طعم الصوص ده، وهنطلعها على طول. وصفة ما بتاخدش منك ربع ساعة او اقل، وسهلة وسريعة جدا، وفي نفس الوقت الطعم حلو قوي والريحة كانت قلبة الدنيا. جربوها هتعجبكم جدا 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 جدا، انا متأكدة. زي ما انتوا شايفين الشكل بقى في الاخر جميل جدا، يفتح النفس. تشوفوها تقولي شرايح لحمة مش كبدة. الوصفة سهلة، لو عجبتكم لايك ليا وشير واشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو تاني سهل وبسيط وموفر كالعادة. وسلام.